عشاق السنيكرز هتاكلوها لكن على شكل كيك من جمالها خلصت في يومها صدقوني. يعني لو مبتدئين لازم تجربوها لو عندكم اي مناسبه ومبتعرفوش تعملوا الجاتو. المكونات الجافه هنحتاج كوبايتين الا ربع من الدقيق، ربع كوبايه من الكاكاو، معلقه ونص من البيكنج باودر، نص معلقه من بيكربونات الصوديوم او البيكنج صودا، رشه من الملح. هنقلبهم مع بعض. هنحتاج 4 بيضات نخفقهم مع بعض. نزود كوبايه الا معلقتين من السكر او كوبايه الا ربع او نص كوبايه حسب ما تحبوا. بعد كده هنزود نص كوبايه من الزيت النباتي ما يكونش ليه ريحه، نص كوبايه من الحليب، معلقه صغيره من الفانيليا السائله. هنحط المكونات الجافه ونقلبهم مع بعض. نحطها في صينيه مقاس 30 في 40 فيها ورقه زبده، ندخلها على حراره 180 لمده 20 او 25 تستوي. اول ما تطلع نسيبها تبرد. بعد كده نقطعها بس نشيل الجزء اللي فوق ونبدا بقى نزينها زي ما انتم شايفين. نحط صوص الكراميل، فول السوداني او اي مكسرات بس حطوا فول سوداني عشان السنيكرز، ونحط الكريمه ونسويها. ندخلها التلاجة ربع ساعه. اول ما تطلع نحط عليها فتافيت الكيك اللي اتبقت من الكيك مع صوص الشوكولاته.